السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام ومتابعينا من جميع دول العالم. أسعد الله مساءكم جميعا بالخير. إن شاء الله موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم على الأشجار الجوافية، وهي العمليات اللي هنقوم بيها على الأشجار الجوافية، سواء خدمة في التربة أو خدمة على الأشجار. ونحاول نوضح ويكون إن شاء الله يعني فيديو شيق ويكون الفيديو ممتع، ونحاول نفيد حضرتكم، ونحاول برضك إن احنا يكون عدد دقائق الفيديو يكون قليل، بحيث ان احنا ما نعملش عمليه تشتيت. وطبعا ما تنسوش طبعا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. ويلا بينا نسمع الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا دي اشجار الجوافيه، ودي الارضيه. طبعا اول شيء طبعا هقوم بيه طبعا هو المفروض خدمه الارض. ايه هي العمليات اللي هقوم بيها على الارض؟ طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا اول شيء طبعا المفروض ازاله الحشائش من التربه والتخلص منها، طبعا لان الحشائش هي موبئ الامراض، وطبعا يعني ممكن تكون موبئ او وباء طبعا دودة الجردة او دودة اوراق القطن. فطبعا لابد التخلص منها عشان نحافظ على الضربيات الحديثه. ثانيا طبعا المفروض ان احنا هنكون بعزيج الارض. طبعا تجهيز الارض للحواض زي ما حضراتكم شايفين هنا، حواض ومصاطب، بحيث ان انا يكون ري محكم، ما يكونش فيه عمليه تهدير في عمليات الري. طيب ايه هي العمليات الري طبعا هنقوم بيها على هذه الارض طبعا، او على هذه المرحله، او في خلال هذه المرحله. المفروض طبعا ان انا هقوم دي تاني ريه. احنا روينا الريه الاولى طبعا بمعالج ملوحه، وطبعا الريه دي طبعا هنحاول ان احنا نضيف السماد الازوتي او النيتروجين، وعباره طبعا عن اضافه لكل فدان حوالي 3 شكاير لوريا، معدل 50 كيلو الشكاره، يعني 150 كيلو جرام لكل مساحه فدان. وهنحاول نضيف معاهم طبعا الماب او فوسفور. طبعا دي شكاير، طبعا هنضيف لكل فدان حوالي شكارتين، الشكاره 25 كيلو، يبقى يكون معايا معدل 50 كيلو جرام لكل فدان. طيب دي العمليات الخدمه اللي انا هعملها قبل الري. طيب حاول ابذر الحاجات ديت عن طريقه الناس حوالين الاشجار، وبرضك نضيف معانا سماده. طبعا هنحاول نضيف سماده مياه طبعا على المطلق، بحيث ان هي تكون فيها فولفيك اسيد، ونحاول نضيف معاها الاندول بيوتريك اسيد طبعا عشان ينشط معايا الحموله ونشط معايا الاشجار والضربيات. طيب فاضل دور تاني، هو ايه هو الدور اللي انا هقوم بيه؟ طبعا المفروض ان انا بعد الارض ما تشيل الرجل، طبعا الوضع زي ما انتم شايفين، طبعا ضربات مستمره او ضربات الجيريه الحديثه طبعا كلها ضربات ضعيفه. هحاول ان انا هقوم بعمليات الرش على الاشجار. طب ايه هو الرش او افضل الرشات اللي انا هقوم بيها خلال هذه الفتره؟ طبعا المفروض ان احنا هنقوم طبعا برش طبعا ماده الفوسفايد، المفروض بمعدل رتل لكل 600 رتل مياه، وهنحاول نضيف معاهم معدل كيلو او رتل عناصر ميكسات. وطبعا دي كله على كل 600 رتل مياه، ونضيف معاهم طبعا موزبلان ماده الاسيتامبرايد بمعدل 150 جرام او حوالي 200 جرام لكل 600 رتل مياه. دي الرشه الاولى طبعا. وبعد ذلك طبعا في رشات تانية، انتظرونا ان شاء الله في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.